السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن واحدة من اهم واخطر المهارات اللي لازم اي متداول بيشتغل في عملات الميم يتعلمها. ايه هي ادارة راس المال. السوق الميم كوين ده، السوق ده ارباحه مغرية جدا، وهي ممكن تغير حياتك فعلا، لكن في نفس الوقت مخاطره كبيرة جدا، وممكن تتصفر محفظتك في اي وقت. عشان كده اهم حاجه لازم تتعلمها هي اداره راس المال. يعني ايه اداره راس المال ببساطه؟ ازاي تحط خطه انك تضمن ان انت ما تخسرش كل محفظتك مره واحده، حتى لو دخلت كده صفقه خسرانه. ده ببساطه ازاي تدير راس مالك. تمام. ليه اداره راس المال دي مهمه خاصه في الميم كوين؟ عشان خاطر السوق ده تقلباته عاليه جدا، كل شويه بيتقلب، اي خبر يجي ممكن يدمرك، ممكن يدمر السوق حرفيا. مشاريع كتير بتبقى سكام وبتنهار. المجال من الاخر مليان نصابين. 95% من المجال سكامرز، كلهم نصابين. تمام. ازاي بقى هدير راس مالي؟ اول حاجه، ما تت... يعني تخلي تقسم محفظتك بحيث ان انت ما تدخلش صفقه باكتر من 10% من راس مالك. يعني ممكن نتكلم من 5 ل 10%. يعني محفظتك فيها 10 سل، تدخل بنص سل او 1 سل. تمام. ما تدخلش ب5 سل، لان انت لو خسرت صفقه في الثانيه محفظتك اتصفرت، سلام عليكم. فاذا معايا $1000 هدخل ب $100 العمله الصفقه، ادخل ب $50 الصفقه. تمام. دي اول نقطه. تاني نقطه، تبص للماركت كاب وانت بتدخل. يعني مثلا ادي معانا، ادي عملتين اهو. دي عمله 24000 ماركت كاب، ودي عمله 675000 ماركت كاب. هل ادخل دي زي ما هدخل في دي؟ لا طبعا. ليه؟ لان انا لو جيت في العمله اللي ب 20000 ولا ب 10000 دي ورحت حاطط فيها 5 6 سولانه، العمله هتعمل بامب رهيب، الناس هتبيع عليا، هبقى انا سيوله خروج، هتخسر 100%. هتخسر. يعني انت دخلت في العمله سيوله كبيره عليها، هي مش هتستحملها، هتعمل بامب كبير، كل اللي تحت هيبيع عليك. في نفس الوقت عمله مليون، عمله 800000، عمله 700000، عادي بقى ساعتها هدخل فيها باربعه خمسه سولانه، لان الاربعه خمسه سولانه دي مش هيأثروا في العمله، مش هيعملوا بامب في العمله. فاهمني؟ في نفس الوقت هتبقى مستقره اكتر، لان كل ما صغر الماركت كاب كل ما زادت الخطوره. فلما تدخل عمله في ماركت كاب صغير، تحاول تخليك فاهم، بتدخل بجزء صغير. ما ينفعش تدخل في ماركت كاب عمله بماركت كاب صغير برقم كبير، تدخل برقم صغير عشان احتماليه الخساره اكبر، لان الخطره اعلى. وخاصة لو انت مش عارفها ومش دارسها ومش عارف حاجة عن الديف بتاع العملة ومش عارف اي حاجة، فانت احتمالية الخسارة هتبقى للأسف كبيرة. لكن لو عملة بملايين، عادي ساعتها تحط ممكن تقدر تدخل بايه، برقم كبير، بحيث ان انت حتى لو خدت من العملة مثلا 20% 30% 50%، هتبقى بالنسبة لك مجزية. لو دخل 10 سل وخدت 30% كسبت 3 سل، ده حاجة كويسة جدا. فاهمني؟ فاهم حاجه تقسم راس مالك صح، وتعرف انت بتدخل كل صفقه بقد ايه. بس مش كل الصفقات زي بعض. تمام. عمله صغيره هتدخل ب 0.1 0.2 بالكتير، او نص سول بالكتير. فاهمني؟ كل ما كبر الماركت كاب كل ما تقدر تدخل برقم اكبر. في حالات معينه حاول تحط ستوب لوس داخل برقم كبير، ما تسيبهاش وتنام، تفضل قاعد مركز متابع وحاطط ستوب لوس احتياطي. طبعا العمله ممكن تنزل لرقم وتصحح، بس يعني خلي الستوب لوس عند اخر رقم انت تقدر تخسره. اكتر من كده خسارته هتوجعك، يبقى تقف عند النقطه دي. تمام. ودايما خلي عندك بلان بي للخروج. بس السوق قلب فجاه، عارف ان انا هطلع، عارف ان انا هعمل ايه. طيب، دخلت يا سيدي في عملات وربنا كرمك وبدات وكسبت كويس، لازم تسحب جزء من الارباح. ما تسيبش كل فلوسك في السوق، اسحب جزء من الارباح عشان اولا نفسيتك تبقى حاسس ان انت بتكسب، حاسس ان انت بتعمل حاجه. واستثمر الجزء باقي من الارباح، يعني خلي جزء ليك ولبيتك ولحياتك، وجزء دخله تاني في الايه، في الاستثمار معاك، بحيث ان انت يبقى في نفس الوقت الجزء ده خسر، اديك كسبت فلوس وخرجت فلوسك. الباقي خسر، خلاص انت ما خسرتش حاجه، خسرت جزء من راس ايه، من راس مالك. ما تحطش الارباح كلها في مشروع واحد، هتقسم. هدخل في كل عمله بارباح بجزء معين من الارباح، بحيث ان انا ابقى مقسم برضو
ارباحي. دخلت عمله وعملت مكسب كبير، خرج راس مالك اول حاجه من العمله دي، وخرج جزء من الارباح، وابتدي خرج جزء جزء كل شويه، بحيث ان انت يبقى عندك مون باك تسيبها في الاخر. لو العمله وصلت لرقم كويس يبقى انت كسبت، لو العمله ما خسرت، لو العمله خسرت اديك ما خسرت، طلعت راس مالك وفي نفس الوقت ايه، طلعت ارباحك. تاني حاجه، ما تدخلش قمه، ما تدخلش بدون دراسه. يعني ما تشوفش عمله طالعه تجري زي كده، هو عمله عامله بتطلع، ما تجيش دلوقتي عند ال 200,000 وتروح شاري. طب ما انت، ما هي هتصحح، ما هو طبيعي، فاهمني؟ هتبتدي تنزل، هو اللي دخل عند 200 يبتدي يخسر، وهكذا. ممكن تكمل والله لو انت خلاص واثق في العمله وعجباك، وخش زي ما علي دايما بيقول نص دخول. انا ناوي تدخل بسل، تخش عند ال 200 هنا مثلا، هي طلعت كويس، تخش عند 200 مثلا بنص. لو انت ناوي تدخل بسله تحط نص هنا وتستنى النص التاني. والله العمله نزلت وصححت، هتبقى خدت مكان احسن، دخلت مكان احسن. ما نزلتش وكملت طلوع، خلاص اديك مبروك عليك اللي كسبته من اللي دخلت بيه. ما تنجرفش ورا مشاعرك، زي ما اتفقنا قبل كده، الخوف والطمع والفومو. ما تنجرفش ورا الحاجات دي، دايما تخليك مركز. الفرص متجدده، دايما بنقول الفرص متجدده، لكن راس المال لو خسرته هتزعل للاسف. حاجه تانية عايز اقول لك عليها، ودي نصيحه اعتبرها من اخ ليك، ما تدخلش اول ان في اي عمله مهما كانت. يعني ايه اول ان؟ يعني كل محفظتك. يعني ابن عمك عامل، اخوك عامل عمله وبيقول لك دي عملتي وتعالى وهتخش انسايدر تخش اول ان. محفظتك تقسمها مهما كان، يعني ما تحطش كل محفظتك في عمله. لو البيتكوين، تمام، ما تعملش كده، عشان خاطر ساعتها الخساره لا يمكن تعويضها. تمام. ده باختصار يعني اداره راس المال للناس اللي بتشتغل في الميم كوين. لو انت بقى ناوي تشتغل في الالت كوين او بتشتغل في الالت كوين، فليها تقسيمه تاني. لو انت هتقسم، عايز تعمل محفظه، عايز تقسم محفظه وانت شغال في العملات المركزيه وبتشتغل على العملات اللي هي على باينانس، على اوكي اكس، على اي حاجه من الحاجات دي. يعني النصايح اللي اغلب الناس بتنصحها ان انت تخلي جزء كبير من محفظتك في العملات الثابته. ده لو انت راس مالك كبير تشتغل في عملات مركزيه، هنقول مثلا 50% من محفظتك يبقى في عملات كبيره، وليكن بيتكوين وايثيريوم. دول تخلي فيهم 50% مثلا من محفظتك. لو محفظتك كبيره، خليك مركز معايا في الكلام. وتخلي مثلا 30% لعملات معروفه او مشاريع معروفه قايمه على ارض الواقع وكويسه، وليكن مثلا سولانا مثلا، تون مثلا، افيكس مثلا. العملات اللي هي ثابته، يعني فاهمني، معروفه وليها مجتمع كويس وثابته وتقلباتها مش سريعه. وال 20% الاخيره تحطها في مشاريع صغيره، في ميم كوينز، في حاجات متقلبه شويه في السوق. دي افضل توزيع لو انت عايز توزع راس المال. بص العمله اللي احنا كنا بنتكلم عنها ما شاء الله طورت اهي. لو انت عايز تقسم راس مالك تقسيمه الى حد ما كويسه، لو انت بتشتغل الت كوين، ما ترميهمش كلهم في دوج وفلوكي وجاسمي وعملات، فاهم، بتروح وتيجي. خلي دايما راس مالك متقسم صح. وطبعا تحدد مناطق دخولك، لازم تبقى مركز في مناطق دخولك وعارف هتدخل امتى وهتخرج امتى، ولازم تبقى حاطط خطه لجني ارباحك. ما تسيبش الدنيا عايمه كده، اديك شايف السوق خبر بيوديه وخبر بيجيبه. واحسن بقى حاجه تدير بيها راس مالك ان انتوا تقولنا على جروب التليجرام، تابعونا، بندي توصيات كل يوم، بنشتغل شغل كويس مع بعض، بنقول للناس تعمل ايه وما تعملش ايه، بنحاول ننصحكم على قد ما نقدر. كل الكلام ده مجاني، والناس كلها ما شاء الله بتكسب. هعرض لكم بعض النتائج بتاعت مثلا دي اخر حاجه اهو، جروب دلوقتي وانا بسجل. دي اللي هعرض لكم جزء من البي ان إلز بتاعتنا. 97%، 8.5 اكس. بص، في 21 ساعه، ده اللي مسكها من امبارح. ده حد عامل 33%، ملناش دعوه. ده مع ان الراجل عامل رقم كويس، ده بص داخل ب 0.1 مطلعها 21 صفر، ما شاء الله يعني. عملة عاملة 7 اكس، نفس العملة 5 اكس. عملة تاني عاملة اهو قرب 3 اكس، برضو نفس الراجل، بص داخل ب 3000 دولار، طلعها 13000 دولار، كسبان ما شاء الله 10000 دولار.
يعني ما شاء الله 32 داخل، بص عمل داخل ب 42,000 دولار، طلع ب 74,000 دولار. ده للناس اللي راس مالها كبير، ودي طبعا حريه شخصيه طبعا. 12 سول، 61%، 42%، 2.3 اكس، 2.3 اكس، 2 من 10. دي 150% على فكره. هو الراجل دخل بواحد من 10، 15% طلعها 37%. لان في ناس راس مالها صغير وفي ناس راس مالها كبير، كل واحد وايه وحسب حريته. المهم ان المجال فاتح للكل. 12 اكس، 4 اكس، 2.8 اكس، 3.4 اكس، كل ده شغلنا الخاص من الجروب العام اللي ببلاش المجاني. هنساعدك والله، وادخل اتفرج على الشغل واتفرج على النتائج. ربنا يوفقكم جميعا ويوفقنا، ونشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة. شكرا، مع السلامة. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا زر الجرس.